إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. اوعى تكون من الناس اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنهم في الحديث، الناس بتتركه مخافة فحشه. في بعض الناس بتتباهى أو بتظن إن لها قيمة وقدر ومحدش يقدر يتكلم معاهم نص كلمة. لما تكون واحد من الناس اللي الناس ما بتعرفش تتكلم معاك نص كلمة، اسأل نفسك، هل ده احترام وهيبة، ولا لأن أنا بقول ألفاظ بذيئة، ولا لأن أنا بضايقهم بطريقة غير مباشرة، ولا لأن طريقتي مش لطيفة معاهم؟ فرق بين إنك تكون شخص الناس بتحترمه بحب وهيبة، وبين إنك تكون شخص الناس بتتلاشى التعامل معاه اتقاء